أحد رؤساء فيدراليات السنغال، الجزائر، نيجيريا ومصر. الجميع ينادي بالظلم وما يحدث على مستوى دواليب الكاف للإطاحة بموتسيبي. رئيس الفيفا يعلن عن مفاجأة كبرى بتولي فوزي لقجع رئاسة الكاف الإفريقي، ويعلن رسمياً افتتاح كأس العالم في المغرب بدلاً من إسبانيا، ويؤدب الجزائر والسنغال والأهلي المصري. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمغرب اضغط لايك على الفيديو واشترك في القناة واكتب في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زلزال اليوم من رئيس الفيفا صدمت الإعلام الجزائري والكارهين والحاقدين على المغرب. كلنا عارفين بأن الجنوب إفريقي موتسيبي هو رئيس الكاف الحالي، وهو لمن ظلم المغرب أمام السنغال في نهائي بطولة كأس إفريقيا، وأهدى اللقب للمنتخب السنغالي على حساب منتخب المغرب بعد التواطؤ مع رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم. وتم اكتشاف تلاعب الكاف بعد اعتراف خطير من عضو من أعضاء الكاف الإفريقي بظلمه المنتخب المغربي، وبعد اعتراف خطير جدا من رئيس لجنة الحكام في الكاف بظلم المنتخب المغربي. كل الأطراف المعنية في هذا الأمر اقتنعت على ظلم المغرب أمام منتخب السنغال، واللي كان متواطئ مع منتخب السنغال، واللي ساهم في سرقة اللقب من المنتخب المغربي هو رئيس الكاف الفاسد المرتشي الكاره أو الحاقد على المغرب. النهاردة رئيس الفيفا فجر مفاجأة صدمت الإعلام الجزائري. رئيس الفيفا، تخيلوا معايا، النهاردة قال: أنا أرشح بقوة فوزي لقجع لرئاسة الكاف الإفريقي. قبل ما أستكمل لكم تصريحات رئيس الفيفا، اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم بأن فوزي لقجع من قبل كان مرشح وكان متفوقا على رئيس الكاف الحالي، وكان الأقرب في النسخة الأخيرة بأنه هو يتولى رئاسة الكاف. ولكن فوزي لقجع هو اللي رفض هذا المنصب لما شاف الإعلام الجزائري وبعضا من الكارهين للمغرب طلعوا واعترضوا على تولي المهمة، فانسحب رغم أنه كان متفوقا على رئيسة الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، وعلى رئيسي الاتحاد التونسي والجزائري وليد صادق. ولكن لقجع هو من قرر أن ينسحب من هذا المنصب بعدما شاف اعتراض كبير من الجزائريين. النهاردة رئيس الفيفا طلع وقال: أنا شاهد على التطور اللي بتمر به المغرب، وأنا فخور بما يحدث في كرة القدم المغربية. تتفق تختلف معايا، المغرب هي رقم 1 في قارة إفريقيا وفي الوطن العربي. ويكفي أيضا تصريحات اليوم رئيس الفيفا لما طلع وقال بأن المغرب هي اللي حتفتتح بطولة كأس العالم 2030، بعدما الإعلام الجزائري كان بيروج بأن المغرب بتمر بمشاكل وما ينفعش بطولة كأس العالم يتم افتتاحها في المغرب. لأن النهاردة رئيسها طلع وقالها صريحة: افتتاح بطولة كأس العالم 2030 في المغرب، بعدما شفنا كوارث بتحصل في إسبانيا في الفترة الأخيرة. إسبانيا كل مباراة بنشوف كارثة، ومن كام يوم شفنا غرق لملعب برشلونة، واحد من أكبر ملاعب العالم. المغرب سادت دلوقتي، تفوقت على الجميع. المغرب بلا شك هي رقم 1 في البنية التحتية، أفضل ملاعب في المغرب، أفضل فنادق موجودة في المغرب. فالمغرب ليها فضل كبير جدا على تطور واسم وشهرة إفريقيا في السنوات الأخيرة. فالنهاردة لما رئيس الفيفا يطلع ويقول بأن المغرب هي اللي حتفتتح كأس العالم، المفروض إحنا كلنا كعرب نقف بجانب المغرب، لأن تتفق تختلف معايا، المغرب هي رقم 1 في قارة إفريقيا، غصبا عن أي واحد جزائري، غصبا عن أي واحد مصري، غصبا عن أي واحد كاره للمغرب. المغرب يا سادة هي رقم 1 في قارة إفريقيا وفي الوطن العربي، وأفضل بنية تحتية، وأفضل ملاعب، وأفضل فنادق، وأفضل طرق، وأفضل أندية، وأفضل منتخبات، وأفضل لعيبة محترفين في أوروبا من المغرب. النهاردة رئيس الكاف طالع بيعتذر وبيقول لك: أنا عارف إن المغرب اتظلم أمام السنغال. أنا بقول لك اعتذارك مرفوض. بعدما تمت إقالته طالع يقول لك إن أنا اتظلمت وبأنها رجع حق المغرب. لا، إحنا مش عايزين حق المغرب يرجع، إحنا عايزين ننهي الفساد اللي موجود في قارة إفريقيا. والله العظيم 3 خسارة كبيرة جدا منتخب عظيم زي منتخب المغرب يلعب في قارة فاسدة، في قارة ما بتعرفش غير التدليس والرشاوي والفساد والمجاملات. البطولات يا سادة، هفضل أقولها دائما وأبدا، في قارة إفريقيا بتحسم خارج الملعب وليس داخل الملعب. وللأسف المغاربة ما بيعرفوش يعملوا الكلام ده. المغاربة بيلعبوا بنزاهة وبشرف وبياخدوا بطولات بتعادهم، فعشان كده المغرب بقاله 50 سنة مش قادر ياخد بطولة إفريقيا. ده رد
ردا بس على المصريين وعلى الناس اللي بيقولوا لك إزاي المغرب أفضل منتخب ومش قادر ياخد البطولة. لا، المغرب مش هياخد البطولة طالما في فساد وفي كواليس. المغرب وفر العدالة للجميع، خلي الحكام يبقى على قدر المسؤولية، ونتحداك لو في أي منتخب غير المنتخب المغربي أخذ بطولة كأس إفريقيا إن المغرب ما ياخدش البطولة. هو الأفضل في القارة وعنده أفضل لعيبة. ده لو دل على شيء يدل على إن قارة إفريقيا البطولات مش بتحسم بمين الأفضل، لا، البطولات بتحسم بإن مين اللي بيقدم رشاوي، مين اللي ليه أيادي خفية. هكذا تحسم البطولات في قارة إفريقيا. لو على اللعب، لو على الأفضل، كان المغرب فاز بكل الألقاب. لكن للأسف البطولات في قارة إفريقيا تحسم خارج الملعب وليس داخل الملعب. النهاردة أنت بتتكلم على اعترافات خطيرة جدا من مسؤولين في الكاف بظلم المنتخب المغربي، ومع ذلك الكاف الفاسد لم يتخذ أي قرار ضد المنتخب السنغالي اللي سرق اللقب من المنتخب المغربي، واللي أهدوه هم اللقب للمنتخب السنغالي. الجميع دلوقتي بيعترف بظلم المنتخب المغربي، وده اللي كنا بنقول عليه. لو هتتكلم كرويا مفيش منتخب في قارة إفريقيا أفضل من منتخب المغرب، لكن للأسف ما قدروش يفوزوا باللقب على المنتخب المغربي كرويا. قرروا إن هم يسرقوا اللقب من المنتخب المغربي على أرضه ووسط جمهوره، وبعد كنا منتظرين أكثر من 15 يوم بأن الكاف يجيب حق المنتخب المغربي، لكن للأسف الكاف تواطأ مع السنغال وأهدوهم اللقب. والعقوبات اللي أعلن عنها الكاف أقل ما يقال عنها بأنها عقوبات مضحكة ومضحكة للغاية، ولا تليق بما حدث في هذه المباراة تماما. المغرب يا سادة اتظلم أمام الدنيا كلها. المغرب اتسرق منه بطولة كأس إفريقيا باعتراف كان يجب سحب اللقب من المنتخب السنغالي بعد اعتراف كل المسؤولين بظلم المنتخب المغربي، وده للمرة الثانية. لو دل على شيء يدل على أن القارة قارة فساد وبتحارب الناجح والمتقدم والمتفوق. منتخب زي المغرب من المفروض أنه يتعامل معاملة خاصة، لأنه هو اللي بيشرف إفريقيا في كل المحافل العالمية، وهو اللي بيشرف الكاف في كل البطولات، ومع ذلك بيظلموا المغرب وبيتأمروا على المغرب وبيسرقوا الألقاب من المنتخب المغربي للأسف على أرضه ووسط جمهوره. يجب أن نعلم أن القرار اتخذ عام 2010 من طرف الفيفا والمتمثل حالة من الانقلاب والجنون في الإعلام المصري بعد ما الكاف نزل بالمطرقة وقرر تأديب اللاعب وحبس طموحاته بعقوبة نارية. ده غير الكلام اللي طالع وبقوة عن نقل مقر الكاف نهائياً من مصر إلى المغرب الشقيق، دعوة للعدالة والمؤازرة المغربية. وقبل ما نغوص في التفاصيل المريرة، لو أنت متفق معاي إنه حسين الشحات تخطى حدود الأدب والاحترام، انزل دلوقتي اضغط لايك على الفيديو في التعليقات العدالة للجيش الملكي وديما مغرب. خلينا نوري العالم أن الحق صوته أعلى من أي بلطجة. ردود أفعال هستيرية ضد اللاعب غير المؤدب. اللي حصل بعد المباراة كان تسونامي من ردود الأفعال العربية الغاضبة ضد حسين الشحات، وبصفة مصرية بقولها وبأعلى صوت: حسين الشحات هو أكثر لاعب غير مؤدب في تاريخ الكرة المصرية حالياً. اللي عملوا أثار غضبنا كعرب ومصريين قبل المغاربة، ودي مش أول مرة. فاكرين واقعة محمد الشيبي لاعب بيراميدز والمنتخب المغربي؟ نفس السيناريو بيتكرر، لأن من أمن العقاب أساء الأدب. والسبب الحقيقي وراء البلطجة دي هو اتحاد الكرة المصري الفاسد اللي بيطبطب على اللاعب وما بيطلعش عقوبات رادعة تخلي غيره يعتبر. تخيلوا معايا بعد كل قلة الأدب دي نلاقي أحمد حسام ميدو طالع بكل ثقة يدافع عن حسام الشحات وعن جمهور الأهلي. ميدو